أحوجنا في هذه الظروف اللي عم نمر فيها أنه دايما نطل على دولة الرئيس نبيه بري ونوقف على خاطره وننسق فيما خص سلامة البلد وأهل البلد ووحدة البلد والعيش المشترك بالبلد وتثبيت العناوين الأساسية اللي تعنينا كلبنانيين، مش كفرقاء في لبنان، كلبنانيين، لأنه بالنهاية الهم هم واحد ومشترك، وما يحصل بخصنا جميعا بالبلد. وما أحوجنا وأكرر ما أحوجنا بناء على حس بسيط من الحس الوطني والأخلاقي اللي بيملي علينا ضميرنا في مقاربة الأمور الخطيرة اللي عم تحصل حوالينا في لبنان والمنطقة وتأثيراتها المباشرة. ما أحوجنا أن نطبق مقولة القدماء وبياتنا وأجدادنا، كلمة بسيطة بتقول لازم نكون أنا وخيي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. عيب مستوى الخطاب السياسي يوصل إلى هذا التدني وهذا المستوى اللا أخلاقي بالتعاطي مع بعضنا البعض، وأكنه في لبنانية فئة أولى ولبنانية فئة تانية. خلصنا بقى وجربنا كل أنواع الانقسامات الداخلية أمام هجمات عم بتصير علينا من كل حدب وصوب، والعدو الإسرائيلي معروف. وعيب نصبح عم نقنع بعضنا إنه وأكنه نحن الشراسي عنا وعم نحول العدو إلى حمل وديع. عيب، يعني في حد أدنى من الأخلاقية السياسية لازم نتمتع فيها بحس وطني. هلا بغض النظر إذا في خسارة نحن مسؤوليتنا نحد من هاي الخسارة، مش نفقمها ونطورها وندعمها ونصبح عم نستثمر مواقف سياسية لن نبني أمجاد أو نبني صروح عز واهية على دم الناس ودم الأبرياء. وعيب، يعني الحقيقة صرنا بدرك ما تخيلت بحياتي أنه ممكن نوصله. بتمنى نبعد جميعا شبح التبرع، وأنا مصر على كلمة التبرع، بالفتنة الداخلية اللي تخربنا أكثر ما نحن مخروبين. لبنان ما بقى يتحمل والشعب اللبناني ما بقى يتحمل. حطيت الرئيس بري بموضوع النزوح لأخواننا من الجنوب ومن الضاحية بالجبل، ونحن هودي إخوان وأهل لإلنا وعم نتعاطى معهم بالجبل بخلفية الأخوة والتعاون. نحن بالنهاية أبناء وطن واحد وهم مشترك واحد ومصير واحد، وبدهم يفهموا كل بهذا البلد ما في كرامة لحدا ولطائفة ولفئة دون الأخرى. يا إما هاي البلد بينهض بجميع أبنائه ومكوناته الطائفية والمذهبية، وهذا التنوع المذهبي والطائفي بلبنان حولناه لنقمة بدل ما نحوله لنعمة نفتخر فيها أمام العالم أجمع. صرنا عم نحوله لنقمة ولفتنة عيب. يعني هاي بطلت سياسي وبطلت مواقف سياسية، صارت تآمر على البلد
البلد بساعنا كلنا. التمايز بالخطاب السياسي حق طبيعي لكل الناس، الواحد يعبر عن موقفه، هذا حر، بس يكون في حد أدنى، مش لما يكون في دم لبناني سائل بالأرض. عيب. خلينا نرتقي شوي لمسؤولية وطنية. نحن بحاجة مع الأسف إلى رجال دولة. مع الأسف صرنا بزمن عم بتقل هاي النوعية، اللي بعدني أنا متأمل بالجيل الجديد بالبلد وبالنفس الجديد أنه يطلع يخرجونا من التقوقع المذهبي والطائفي اللي عم بعيشونا فيه يوميا بالبلد. شو موقفكم اليوم من المفاوضات، وخاصة امبارح يعني الشيخ نعيم قاسم أعلن بملء العبارة نحن والرئيس سعون التراجع عن هذا اللقاء الذي سينعقد اليوم في واشنطن؟ أنا أي موقف ما بدي فوت بتفاصيل ونشد حبال من هون. أي موقف بحرر الجنوب ويعيد أهل الجنوب إلى قراهم وبلداتهم ويعيد الأسرى ويحرر الأراضي اللبنانية، أهلا وسهلا. إذا كانت عنا هاي القدرة وهيدي القوة، أهلا وسهلا. بس أي شيء خارج هذا الإطار بحول التفاوض إلى استسلام. أنا بطبعي مني مع الاستسلام، هاي بصراحة. هل لمستم وأنت تحدثت؟ وأنا طبعا هون بشدد على أهمية، أنا مني مع التفاوض تحت ضغط النار. يصير في وقف إطلاق نار، يصير في، جربنا بالماضي 15 شهر بتشرين تاني 2024 انعمل اتفاق لوقف إطلاق النار، عاد يطبق هذا الاتفاق، يصير في وقف إطلاق النار، ولكل حادث له حديث. مير طلال، هل لمستم من الرئيس نبيه بري قبولا بالسير بمبدأ التفاوض المباشر في ظل معارضة حزب الله والجميع اليوم يعول على حكمة الرئيس بري، وتحدثت عن رجال الدولة؟ السؤال الثاني لو سمحت، هل هناك خليني أجاوبك عادي مقاربة درزية موحدة حول التفاوض؟ يعني بحال صار في تشكيل وفد في شخصية درزية موحدة بينكم كزعامات درزية رح تسوي ما خلص. أول شيء التغى قصة فكرة مجلس الملي بالتفاوض اللي كان مطروح بالماضي، إنه كل طائفة تسمي. الحمد لله خلصنا منه. هلق أنا عمهل الواصل ليوصل. خلينا نشوف ما بدي فوت ببازار مين مع ومين ضد. أخذوا قرار يروحوا يفاوضوا، خلينا نشوف. يعني عقولة المثل الشعبي اللي هلق بمصاري بكرة ببلاش، بعد شوي ببلاش، بتبين العنزة من أم قرون. تحفظاتي أو مخاوفي حكيت لكم إياها بوضوح وما لبست كفوف فيها، وعم قولها. هي رأيي، مش قادر أفرض رأيي على الجميع، أوكي، بس أكيد أعول على حكمة الرئيس بري، هذا الرجل العاقل والحكيم والذي يقارب. أنا بس بقول ممكن أي واحد يختلف مع الرئيس بري بكتير أمور سياسية داخلية محلية، بس ما حدا في ينكر حكمته وتعقله وحرصه على وحدة البلد وانتماء البلد ولم الشمل بالبلد. الله يشده بطول عافية، لأنه نحن بهاي الظروف بحاجة إلى حكمة في مقاربة الأمور السياسية. ما حكينا بهيك تفصيل إذا بيقبل أو ما بيقبل، بس قلت لك العناوين الأساسية: تحرير الأسرى، تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، عودة أهلنا وأخواننا إلى قراهم وبلداتهم، وقف إطلاق النار أولا. أهلا وسهلا. طبعا ما أنا قلت لك إنه ما حصل اتفاق. طيب ليه ما طبق هذا الاتفاق؟ ليه عم نصير في تزاكي وكل مرة عم نحاول نهرب لقدام؟
هاي إسرائيل، يعني ما حدا، هاي إسرائيل. شكرا.